السلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله يلقاكم فيديو هذا كامل لاباس وكامل بخير وكامل فيه صحة جيدة يا رب العالمين. اللي سقسيو علينا رانا الحمد لله في نعمة، ربي يدومها ان شاء الله. كيما العادة والعوايد، فطور تاع الصباح بديت لكم اليوم يعني بالفطور هذا تاع الصباح. فيديو تاع اليوم راهو خفيف ظريف البنات، شاركته معاكم. كيما قلت كيما على بالكم اليامات هذو رانا في يعني دخلوا ولادي يقراو، تنظمت يعني الحياة شوي. مش كيما فصل الصيف، انا نقول لهم فصل التشرد، يعني ما نكذبش عليكم، ما نرقدوا في بلايصنا، ما ناكلوا الماكله في وقتها. حاجه ما تكون قد قد باركونتر، يعني نسال الخدامات ربي يعينهم، يعني يكون عندهم بروجرام منظم حتى في الصيف يكونوا منظمين، تسمى ينوضوا يروحوا يخدموا وليداتهم يديهم لاكراش. يعني اللي قاعدين في الدار تبدل عليهم شويه الحاله، كي يكونوا ولادهم في الدار ما يقراواش. كل شاطرني رأي البنات، على بالي الاغلبيه راكم كيفي. كما قلت لكم فيديو تاع اليوم راهو خفيف ظريف، شاركت معكم فطور تاع الصباح. وهنايا جيت نغسل الحوايج تاع بيبيشي، ربي يحفظه ان شاء الله وربي يرزق كل محرومه. حبيت نشارك معكم هذا المقطع. الولاد الصغار انا اقل من عام نحب نغسل القش تاعهم بصابون الحجره ولا صابون الطرف، ما نحبش نغسلو في الماشينه. اول حاجه يعني يخرجوا يبقاو ديما نظاف، ما يتكسلوش. والحاجه الثانيه اللي هي الاهم، يعني كاينين ولاد اللي تكون عندهم حساسيه من لي برودوي هذوك مهما كانت نوعيتهم، يعني كيما على بالكم صابون الحجره هذا ما فيه حتى برودوي طبيعي. نحب نغسل به ديما القش تاع الولاد. حبيت نشارك معكم المقطع هذا البنات تديو فكره. تسمى معاهم كل يوم يبدلوا، ولا ساعات يبدلوا مرتين ثلاثه في النهار. تبالي هذه هي أحسن طريقة، أن نغسلوهم بصابون الحجر مليح ونخليوهم يشيحوا هكذا، نحافظوا على وليداتنا. هذه هي البنات. كما قلت لكم فيديو تاع اليوم راهو خفيف ظريف، منش نطول عليكم بزاف، درت لكم مقاطع هكا صغيره. واليوم جايتني اختي العزيزه حبيبه قلبي، راح تطل عليا. اليوم راح نوجد لها، راح ندير لها شويه هنا، نشرت ساعه القش هذاك البنات، يعني شاركت معكم المقطع هذا ثاني. انشرته يشيح، شوفوا كيفاه، يعني يعجبكم بصابون الحجرات يقعد القش ديما يشعل نظيف. قلت لكم جايتني اختي العزيزه ربي يحفظها ان شاء الله، حبيبتي الغاليه توأم روحي. حندير لها شوي بربوشه كيما على بالكم. هي ماهيش ضيفة، يعني راهي مولات الدار. حبيت ندير لها شويه بربوشه بالكرومه، الله الله. هي تحب بزاف، تحب الكرومه، وما تجينيش ديما البنات تجي خضره في الفال، حتى هي تزوجت بعيده. هذه هي مكاتب الدنيا، كل بلاصه يعني كل وحده فينا راحت البلاصه. الغربة يعني صح الغربة يعني مش محتم يعني العبد يكون يشق البحور، ولا يقدر العبد يكون في بلاده ويكون متغرب. كي يكون بعيد على أهله ويكون بعيد على ماليه، على أكيد المرأة كي تتزوج راح دير أهل جدد ودير ناس وأحباب جدد، بصح ثاني كي نكونوا بعاد يعني على الأهل تاعنا، تسمى هذيك هي الغربة. هذه هي البنات. عندي هنايا الكرومة اللي كنت داويتها الصباح. درت لها توابل، يعني ما كثرتش بزاف، انا اللحم ما نديرلوش توابل بزاف، درت غير الفلفل الاحمر وفلفل الكحل والملح، ودرت لها البصل وخليتها مع الصباح. وهنايا جيت قليتها غير شويه برك ومرقتها بالماء السخون كيما العاده والعوايد، وتعرفوني نحب نمرق الماكله تاعي بالماء السخون. مع الاول خيشتوني كنت نغسل في اللوبيا هذيك ولا الزاليكو، نغسلو مليح مليح مليح. بالملح، شتوني درت له الملح، يعني كنت نحكي في حكايه اخرى وما كنتش مع الصورة. غسلته بيا بالملح، وهنايا نجيب نقص الخضرة تاعي. البربوشة هذه البنات راهي تاع القبايل، يعني اهل زوجي هما اللي يديروها هكا، حنا شاويه ما نديروهاش بالطريقه هذه، ويعني تعجبني انا الحمد لله، وليت ندير ديما هذه مليحه ولا تعجبني، وتسمى العائله تاعي كلها مام دارنا ثاني كي يجيونا نديرها لهم تعجبهم. هذه هي تسمى بالجريوات باللوبيا خضراء ولا زاليكو. هذا واش كاين، هذا واش نديرو فيها خضره. وتجيب اللحم، هذه هي كيما على بالكم حنا تاعنا تاع الشاويه. راني شاركتها معاكم البنات شحال من خطره. ما نديروش فيها اللوبيا، نديرو فيها جريوات، نديرو فيها الحمص، ونديروها بيضه حنا تاع العراس زعما هكذا، وتاع الهمه كيما يقولوا نديروها بصوص بيضه. والاكل يبقى ديما اذواق، يعني كل واحد قال لك كل ما يعجبك
ولبس ما يعجب الناس، أكيد العبد راح ياكل الحاجة اللي تعجبو. أنا هذه خطيتنا البربوشة هذه ما نديروهاش وكي شفتها وعجبتني قلت وعلاه ما نديرهاش عادي، وليت نديرها نورمال، وقلت لكم حتى هما ليا كيجيوني نديرها لهم وياكلوها عادي. هذه هي البنات. هنايا اللي بقالي هذيك تاع اللوبيا أنا ديما كي نشريها نغسلها كامل كيما شفتوا. الخضرة اللي ما فيهاش كيما نقولوا حنا القشرة تنحى، كيما على بالكم اللوبيا مونجتو هذه تتكل كامل، وحتى في الارض كي ينحيوها كيما راهي. الخضرة البنات اللي تدار هكذا تحب تتغسل مليح، تسمى ديروا لها الخل ديروا لها الملح، كيما السلاطة كيما اللي ما عندهاش القشرة تولهوا لها بزاف يعني تحب تتغسل مليح مليح شحال من خطرة. هذه هي فكرة بسيطة برك على بالي كامل الفحلات واللي ما يعرفوش المبتدئات اللي داروا الدار جدد ديار جدد كي اللي يقولك عليه نورمال يخي خضرة وش فيها يروحوا يشللوها غير بالماء هذا مكان. لا البنات تولهوا تحافظوا على عائلاتكم وحافظوا على أرواحكم على وليداتكم. حنا نديروا اللي علينا، تسمى الأم يعني دير اللي عليها والبقي على ربي سبحانه. أكيد حاجة كي كتبها ربي سبحانه ورانا نديرو واش نديرو حتى الحق، بصح العبد يبقى يدير الحاجة اللي واجبة عليه، يحافظ على العائلة تاعو يدير لهم يحاول يدير لهم أكل صحي، يحاول هكذا نغسلوا الخضرة مليح نغسلوا الفاكهة مليح، واللي حاجة اللي جات من عند ربي مرحبا بها. هنايا جيت نفور هذيك البربوشة بعد ما سومتها غسلتها مليح، راح نفورها راح نديرلها زوج تفويرات. نشارك معكم كيما قلت لكم مقاطع يعني صغيرة برك ما صورتش كلش. اليامات هذو البنات راني نصور واش نقول لكم بالسيف 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 مع وليداتي صغار وتربية صعيبة خلاص، ووالفتكم أجدكم والله يعني بورتو يعني عندي مشاكل هكا في القناة مازال ما داروا لي حتى حاجة. نحاول عالمة الدولار هذيك يعني اللي عندهم قنوات على بالهم واش راني نقول، يعني قناتي راهي مازالت في البداية تاعها ما عندي حتى وزيد فيها مشاكل ما على باليش تكون تقدر تكمل ولا لا. وهكذاك راني نصور ونحط لكم ولف قضية تاع ولف ما هي حتى حاجة، ان شاء الله ربي يكتب لي فيها الخير وعلى لا. ما تنسونيش نتوما برك بالدعم تاعكم، ديروا لي هذاك اللايك واشتركوا في قناتي اللي جاو جدد نقول لهم اشتركوا هكذا يكتب لها ربي القناة هذه تطلع وتشوف الضوء بكم نتوما ان شاء الله. واذا ما كتبش يعني ثاني الحاجة اللي تجي من عند ربي كامل مرحبا بها. هنايا الكرومة هذيك طابت لي تقريب طيب هكذا فات نص طياب. نلوح الخضرة هذيك ونقفل لاكوكوت تكمل الخضرة هذيك تاعي الطيب كما شفتوا. هذه هي الخفيفة عندي انايا بربوشة يعني في ساعة طيب ما تحكمش اليد مش كيما الحوايج هذوك تسمى كان درتي شوربة ولا ديري معها لي صالي يعني بربوشة انا تبان لي خفيفة ثم الطيب وما تحكمش اليد كما شفتوا. هاي الكروم هذيك نحيتها راح نحمرها شوي نعطيها شوية تحميرة هكا باش تجيني بنينة الله الله، ويتنحى لها شوي ليدام هذاك يعني أنا هنايا درت لها شوية تاع الزبدة باش ما تيبسش باش ما تشيحش هكذا وتيبس. وندير لها عجينتين حاكمة هنايا تليفون بيد ونصور بيد على بها راني مانيش قاعدة ندير اليز. شعلت الفور غير من الفوق برك وحطيتها تحمرت كي طابت لي كي تحمرت من جهة زدت قلبتها. هنا البربوشة تاعي هاي تفورت الله الله درت لها شوية تاع الزيت زيت زيتون وكملت عشايا البنات. هذه هي الطابلة تاعي سامبل يعني وبسيطة ودرت لاختي الحاجة اللي تحبها ربي يحفظها ان شاء الله. وهذه هي البربوشة تاعنا هاني شاكسة معكم شوفوا المرقة تاعها كيف خيطرة جات بنينة واش نقولكم شهيتكم في الجنة خواتاتي العزاز. هذه هي ما كانش كيما البساطة كيما يقولوا. ونخليكم حبيبي الغاليين في امان الله.